السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي يوماتي أنا وجارتي. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة بطريقة جديدة خالص، مش محتاجة بقى مضرب بيض ولا محتاجة أي حاجة خالص غير الخلاط العادي بتاعنا. هنحط فيه المكونات 4 بيضات، كوباية دقيق، كوباية سكر، كوبايات بيكنج باودر وباكو فانيليا. هنسمي الله كده ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوباية السكر مع البيض، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط. هنضربهم مع حضراتكم دلوقتي في الخلاط. نضرب ونرجع لكم تاني. كده احنا خلاص ضربنا الخليط في الخلاط. هنحطه كده في البولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط كوباية الدقيق واحدة كده عشان ما تكلكعش مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى الدقيق كله كده هنا في الحروف، ننزل بباقي الكمية. لما احس ان الدقيق بقى داب خالص في الخليط هنزل بالبيكنج باودر والفانيليا ودي صينية وسط دهناها زيت. نبدأ نضرب الخليط تاني كده، بس نسرع بقى شوية. نكون مسخنين الفرن قبل منها ب5 دقايق، يعني هتاخد في النار حوالي تلت ساعة على درجة 170. خلاص هي كده خلاص بقت حلوة اوي كده معانا، بقت كريمي اهي. هنحط بقى ديت في الفرن. بعد كده هوريكم بقى الحشوة بتاعتها اللي على الوش ايه هي. بس نحط دي الاول في الفرن كده زي ما انتم شايفين. اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي. هنحطها بقى في الفرن وسط حوالي مدة من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق كده. هنحطها ونرجع نوريكم لما تخلص ونوريكم هنكمل ونعمل ايه تاني. دي بقى الحشوة الكريمة اللي هنحطها على وش الكيكة. كيلو لبن، كوباية سكر، 3 معالق دقيق، معلقتين نشا، كيس كريم شانتيه. هنحط اللبن على النار ونوريكم الخطوات واحدة بواحدة. دلوقتي هو هنعمل الحاجة، بس قبل ما نولع النار
هنحط كل المواد الجافة. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 3 معالق دقيق، معلقتين نشا، كوباية السكر. هنقلبهم كويس. بعد ما السكر والدقيق والنشا كله يدوب في بعضه هنولع النار. الكريم شانتيه بقى في الاخر خالص بيتحط، مش دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده الكيكه بعد ما طلعت من الفرن. معلش يا جماعه انا غلطت وقلت هتاخد من تلت ساعه على في الفرن، هي ما خدتش 10 دقايق ولقيتها عطت الشكل الحلو ده كده. بعد بقى ما نطلعها كوبايه لبن، حطيت فيها حوالي 6 معالق سكر صغيرين وقلبتها اهي. هنبدا بقى نرشها. احنا بنعمل الخطوه دي والكريمه على البوتاجاز بتتقلب، ما بتتسابش عشان ما تكلكش مننا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هو الخليط معانا خلاص بقى كويس كده وغلي خلاص. هننزل بالكريم شانتيه كويس جدا. اهو بقى شكله زي ما حضراتكم شايفين كريمي خالص، وده هيبقى اللي هنحطه على وش الكيكه. هنوريه لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى بالخليط ده كله كده وهو لسه سخنه. هنبدأ بقى نفرد على وش الكيكة بالشكل ده كده، وهتاخد في التلاجة من 2 ل3. هنخليها بس بره الأول شوية عشان تبرد من السخونية اللي هي فيها. بعد كده هنحطها في التلاجة، تاخد من 2 ل3. بعد كده لما تخلص خالص هنوريها لحضراتكم. ده حبايبي كده الشكل النهائي للكيكة. انا خفت اقطع منها علشان خاطر هي المفروض تقعد 3 ساعات في التلاجة، هي كده بقالها ساعة واحدة بس. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، وتكون اعجبكم يا رب يا رب تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك واشتراك. ان شاء الله ان شاء الله الوصفة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حبايبي اهي بعد ما طلعت ما شاء الله عليها جميلة. وقطعناها ما كملتش كمان 2 في التلاجة. شكلها تحفة وطعمها جميل جدا. ان شاء الله تعجبكم باذن الله يا رب تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.